مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية موفرة وبتدي كمية، يعني بكمية صغيرة قوي من المكون ده. هنعمل كمية كفتة حلوة قوي. يعني انتي لو أسرة 4 أو 5 أفراد بجد هتاكلوا وهتشبعوا، وممكن يتبقى كمان من كل العشاء. النهارده الوصفة هنعمل الكفتة اللي انتي شايفاها دي، بصي اللون الحلو ده، وعايزة اقولك بقى ريحتها مش قادرة اقولك، وحاجة جديدة وتغيير وفي نفس الوقت أكلة موفرة واقتصادية وبسيطة، وتقدري انك تعمليها في البيت. اللي انتي شايفاه ده كفتة العدس بجبة او العدس الاسمر. هنعمله مع بعض بطريقة جديدة كده ومختلفة. النهاردة هنعمل الكفتة. على طول بنعمل العدس بالطريقة التقليدية، طب ما تيجي نغير شوية ونعملها كفتة. وعايزة اقول لك بقى تقدري تاكليها كده، وممكن كمان نعملها بالصلصة. يعني احنا في اخر الفيديو عملناها مع بعض بصلصة طعمها حلو، وشوية رز ابيض بقى جنبها، ومش قادرة اقولك بجد رهيبة. هتعمليها بكمية، يعني اللي انا عاملاه ده ربع عدس بجبة. بصي عمل لي بقى كام واحدة كفتة، عمل لي كمية حلوة قوي مع شوية رز. والف هنا وشفا، بجد وجبة جميلة وحلوة وتغيير وجديدة. تعالي بقى نشوف احنا وصفة النهاردة دي عملناها ازاي. معايا هنا ربع عدس بجبة اتغسلته حلو قوي، وبصي حطاله كمية كبيرة قوي من المية. حطي مية كتير وهنرفعه على النار. انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه يتهري. يعني حطيله كمية بزيادة من المية لحد ما العدس يتهري معاكي. مجرد ان انت تتكي عليه كده تلاقيه اتهرى. بصي بالمنظر اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده، بصي انا مجرد ان انا ضغطت عليه العدس داب. عايزاه يستوي حلو قوي ويتهرى زي ما انتي شايفاه كده. بعد ما يوصل للمرحله دي هطلعه بقى من الميه السخنه واصفيه منها حلو قوي. هحطه في طبق تصفيه من الميه، وطبعا عشان احنا هنروح بيه على الكبه فلازم يبرد، يبقى بارد خالص. فهتصفيه من الميه وتسيبيه بقى ساعه كده. كده كده الدنيا ساقعه والحاجه بتبرد بسرعه. فاحنا هنسيبه لحد ما يبرد خالص. هنفرده في الطبق اللي انت شايفاه ده وتسيبيه لحد ما برد خالص. بصي هنا العدس كان خلاص ما فيهوش ميه وبقى بارد. بصي انا بوريكي اهو، بصي عامل ازاي، ان هو مهري خالص. اهم حاجه ان هو يتهري معاكي حلو عشان لما نيجي نضربه في الكبه. وبعد كده بقى هنروح على الكبه بتاعتنا. هننزل بقى بكميه العدس اللي احنا عملناه ده، وهنضربه في الكبه نطحنه طحن. انا عايزاه يتطحن خالص، ما يبقاش فيه اي حبيبات للعدس موجوده معايا. انا عايزاه يتطحن حلو قوي. واهم حاجه انك تسيبيه ينشف وما يبقاش فيه اي ميه، وطبعا يبقى بارد. هنا بعد ما حطيت العدس هضرب بقى عليه الكبه. ومعايا بقى محضره بصلتين وسط، ومعايا بقسماط ناعم، ومعايا خلطه الكفته بتاعت ميجي حلو قوي هتديله طعم ونكهه حلو قوي. وهنحط عليها شويه بهارات. بس كده، ده كل اللي انا استخدمته اللي استخدمته مع العدس بجد. هنا بقى بعد ما العدس اتضرب، اهم حاجه تقلبي عشان لو في واحده متداريه كده ولا متداريه كده تتضرب حلو قوي. ومعايا بقى البصلتين هقطعهم كده على 4 بصلتين وسط، مش كبار ومش صغيرين، بصلتين وسط. هنزل على العدس وهضربهم حلو قوي. هعجنهم كده كلهم مع بعض، انا عايزه كله يتعجن مع بعض. بعد بقى ما هيتضرب حلو كده، ومعايا بقى البقسماط الناعم اللي انا بقولك عليه ده مجهزاه كده جنبي. بصي بقى القوام عامل ازاي. بصي العدس خلاص اهو اتطحن بقى عجينه خالص، عجينه تقدري ان انت تشكليها هو والبصل. هنرجع بقى العجين تاني، وهنحط بقى بقيه البهارات اللي معانا. البقسماط 2 معلقتين كبار من البقسماط. ممكن تزودي عن كده عادي جدا. البقسماط ده عشان يربط معاه. وخلطه الكفته اهو كبيره. البقسماط انا بحطه عشان يربط معايا العجينه، لان العجينه فيها سوائل من البصل والعدس وكل ده سوايل. فالبقسماط عشان يلمها. بعد كده بحط فلفل اسود، وهحط 7 بهارات، وهحط بهارات اللحمه. اخر خالص بقى ملح. وخلي بالك عشان خلطه الكفته اللي احنا حطيناها فيها بتبقى فيها توابل وملح، فخلي بالك عشان الملح ما يزيدش منك قوي. في المرحله دي لو حسيتي ان العجينه، هي على فكره هي العجينه بتاعه العدس ما بتبقاش زي عجينه الكفته ماسكه نفسها، لا هي بتبقى فيها سايبه شويه. فهقولك هنتعامل معاها ازاي.
بعد بقى ما خلطنا كل ده أنا هنا حطيت الملح ده اللي حطيته آخر حاجة، هاضرب بقى آخر ضربة وكده يبقى خلاص كده العدس معانا بقى، العدس بقى جاهز إن إحنا بقى إيه الطبق. وبعد ما هنخلّص العجينة ترتاح شوية، أهم حاجة تتأكدي يخلط مع بعضه، حاجة هربانة منِّك كده والّا كده، تضربي حلو أوي وتتأكدي إن كلّه اتضرب كويس. وأتمنى بقى إن أنتِ لو وصلتِ للجزء ده من الفيديو ولسه ما نورتنيش بالاشتراك، هتبسطيني أوي لو نورتيني بالاشتراك في القناة، ويا ريت تفعلي زر الجرس عشان كل ما أنزّل فيديو جديد يوصلِك. ولو أنتِ مشتركة معايا فأنتِ منوراني، ولو عجبتِك وصفة النهارده ما تنسيش تسيبي لي لايك. هنا بقى كنا خلاص ضربناها، هننزّل بقى في الطبق كده، هانزّل كل الكمية دي في الطبق، وزي ما قُلت لِك بقى هندخّلها التلاجة عشان ترتاح شوية. نزّلي بقى الكمية كلّها، وهننزّل كمان الكمية اللي موجودة على السلاح. تغيير يا جماعة، بما إن اليومين دول يعني لو الأسعار يعني عالية شوية، فإحنا ممكن نعمل أكلات موفّرة كده في نُص الأسبوع تقضّي معانا يعني. أهو بدل ما إحنا بنعمل كمان العدس بجبة بالطريقة العادية، هنعمل الكفتة، أكلة جديدة. بس كده هانزّل بقى الكمية اللي على السلاح دي وخلاص كده، هاخده بقى كده. بُصّي العجينة عاملة إزاي، مش زي عجينة اللحمة طبعًا، طبعًا. هنا بقى معايا شوية دقيق ما عليهوش أي حاجة. بُصّي بقى حطيت شوية دقيق في إيديّا كده، وبعدين باحاول على قد ما أقدر إن أنا أشكّلها كده كورة، وبعدين تنزلي بيها كده تبدّريها كلّها بالدقيق. على فكرة أول ما هييجي عليها الدقيق هتلاقي نفسِك عارفة تتحكمي فيها حلو أوي. يعني الدقيق بيعمل لِك زي cover كده إن أنتِ تعرفي تمسكيها ببعضها. هتاخدي كده حبّة على إيديكِ، وبعدين تنزّليها تعفّريها بالدقيق، وتنطري الدقيق الزيادة كده، وخلاص هنعمل الكمية دي كلّها بنفس الطريقة. هاخلّصها وعلى طول هنروح على النار بقى. طبعًا هي كل الحاجات اللي فيها طبعًا العدس مستوي وما فيهاش حاجة نيّة، فاللي هو إن إحنا هندّيها بقى cover من برّه كده بالزبدة، بحتّة زبدة كده حلوة أوي. بُصّي مجرّد إن الدقيق بييجي عليها خلاص أنتِ بتعرفي تتحكمي فيها. تعالي بقى نشوف هنعمل إيه. هنا بقى معايا الصينية، هانزل بقى بمكعب زبدة كده حلو محترم كده ابن ناس مبقلص كده، وهنولّع عليه النار آآ لحد ما الزبدة معايا تسيح. أنا عايزة أدّي الكفتة من برّه أو كفتة العدس من برّه cover حلو ولون حلو. على فكرة أنتِ ممكن بعد ما تحمّريها بالزبدة تكتفي بكده وما تكمّليش، بس أنا إحنا يعني حبيت إن أنا أعملها كده مع الرز الأبيض بشوية صلصة، تدّيها نكهة تعزّز النكهة يعني أكتر. فأنا كمّلت وعملت لها صلصة. ممكن أنتِ هنا تعمليها محمّرة كده مع مكرونة، تعملي جنبها مكرونة وتعمليها محمّرة وشوية بطاطس، وهتبقى أكلة حلوة ولذيذة وبجد رهيبة. عادي تغيير يا جماعة، لازم ننوّع ونجدد ونفتكس أكلات. هنا بقى بعد ما الزبدة خلاص ساحت، هننزل بقى بالكفتة. هانزّل الكفتة بقى كلّها وتتشوّح. أنا عايزة الكفتة معايا تتشوّح على الناحيتين، عايزاها تاخد على كل النواحي يعني تقلّبي فيها كده. هي أول ما هتشم النار هتنشف معاكِ، وإحنا زي ما قُلت لِك الدقيق عامل لها cover، تقلّبيها كده على كل النواحي لحد ما كل النواحي تاخد لون دهبي حلو زي اللي أنتِ هتشوفيه ده دلوقتي. بعد ما أخدت لون كده من كل النواحي ترُجّي كده الصينية كده، تمسكي الصينية وترُجّيها كده عشان تتأكدي إن هي اللون من كل الجوانب، ما تبقاش في حتّة أخدت لون وحتّة لأ، لحد ما تاخد اللون الحلو اللي أنتِ شايفاه ده. يعني أنا بُصّي أنا بمعلقة كده باقلّب فيها عشان إيه، تاخد لون من النواحي كلّها. عايزة أقول لِك طَب والله بجد شكلها حلو أوي وطعمها برضه طعمها حلو. هي طعمها يا جماعة مش كفتة عشان ما حدّش يقول لي أنتِ كفتة ومش كفتة وما فيش لحمة هي مش كفتة، هي عدس، عدس بس محطوط له بهارات وتوابل لاعبين في طعمه شوية، بس كده. هنقلّبها بقى. بُصّي اللون بقى عامل إزاي، لونها بقى حلو أوي. مجرّد بقى ما هتاخد اللون الحلو ده من كل الجوانب، هنجيب بقى طبق وهنطلّع الكفتة دي في الطبق. أنا عايزة المادة الدهنية اللي موجودة عندي في الصينية كده تفضل زي ما هي. أنا هازوّد عليها بقى عشان نعمل الصلصة زي ما قُلنا. هنجيب بقى طبق ونطلّع الكفتة دي. أنا بعد ما هاطلّعها هاقرّب لكم الطبق للكاميرا عشان تشوفوا بجد لونها حلو إزاي. طالع لونها بجد رهيب. بُصّوا شكلها بجد روعة. هنا بقى بعد ما طلّعت الكفتة هازوّد بقى شوية زيت على المادة الدهنية اللي على الزبدة يعني اللي إحنا كنا حاطينها. هازوّد شوية زيت ومعايا بقى توم مهروس. هاهرس كده كام فص توم، 4، 5 فصوص توم.
هننزّلهم على الزيت اللي إحنا زوّدناه وكان في زبدة قبليها، هانزّلهم بقى كده وادّيهم كام تشويحة كده حلوة، وبعد كده بقى هاطُشّه بشوية زيت، هنعمل الطشة بتاعته قصدي بشوية خَل أنا آسفة، هنطُشّه بشوية خَل، انزلي كده بكام حبّة كده حلوين كده من الخَل الريحة كده تعمل، وبعد كده أول ما الخَل يغلي معايا هانزل بالطماطم، دي طماطم أنا ضارباها في الخلاط مش حاطة عليها أي حاجة، وبعد كده بقى هننزل بالبهارات بتاعتنا، ملح، سُكّر، فلفل أسود، ال7 بهارات، توابل لحمة، هننزل بقى بالبهارات دي كده وأهم حاجة السُكّر يا جماعة عشان الحموضة بتاعة الصلصة، هننزل بالبهارات دي كده ونقلّب الصلصة وهنسيبها لحد ما تتسبِّك معايا، أنا عايزة الصلصة تتسبِّك معايا، أول بقى ما الصلصة خلاص تمام اتسبِّكت كده ونطرت الإيدام بتاعها على الوش، هانزل بشوية مَيّة كده، أنا عايزة أحرّك الصلصة أخفّفها شوية عشان لمّا آجي أنزّل الكفتة الصلصة هتنشف، لو أنتِ نزّلتِ الكفتة وهي الصلصة متسبّكة الصلصة معاكِ هتنشف، فلازم تزوّدي شوية مَيّة، تحرّكي كده الطماطم، يعني ما تخفّفيهاش أوي، تخلّيها كده وسط، وهنسيبها لحد ما تغلي، يعني خلّيها بقى على نار عالية كده لحد ما الصلصة بتاعتنا تغلي، عشان تبقى سخنة، ننزّل فيها الكفتة والصلصة تبقى سخنة، والمَيّة دي يا جماعة مش مَيّة سخنة ولا حاجة، دي مَيّة عادي من الحنفية نزلت بيها، وخلاص وحطينا البهارات وتمام، ناقص بقى إن إحنا ننزّل الكفتة. هنا بقى كانت الصلصة بُصّي خلاص أهو، الصلصة بدأت تغلي أهو من الحروف، هادّيها تقليبتين كده عشان أتأكد إن هي خلاص سخنت وهتغلي، عشان ما تبقاش باردة معايا. تقليبتين بقى كده، أتأكد إن هي فعلًا خلاص بتغلي، هاجيب بقى طبق الكفتة وهانزل بقى بالكفتة اللي معايا دي كده، هانزّلها كلّها في الصلصة. وما تخافيش مش هتتهرى ولا هتعمل أي حاجة، هي خلاص أخدت الcover اللي خلاها متماسكة، فما تقلقيش. هنسيبها بقى تاخد غلوتين كده مع الصلصة وتشرب من الصلصة وتاخد من طعمها، غلوتين 3 بالكتير وخلاص، وهنطفي عليها وألف هنا وشفا الأكلة اللي معانا خلصت. كلفتنا إيه بقى الأكلة؟ شوية عدس بجبة وشوية بصل وشوية بهارات هُم كده موجودين عندنا في البيت، وطبعًا عندِك طماطم، وزي ما قُلت لِك تقدري تعمليها من غير طماطم وتعمليها محمرة كده بس مع شوية مكرونة. وألف هنا وشفا عليكِ، ويا رب الوصفة النهارده تكون عجبتِك، وما تنسينيش لو الوصفة عجبتِك ما تنسيش تسيبي لي لايك، ويا سلام لو سِبتِ لي كومنت يبقى أنتِ كده بجد يعني الله ينور عليكِ، ولو أنتِ لسه ما اشتركتيش معايا في القناة فيا ريت تنوريني بالاشتراك عشان تشوفي كل الوصفات اللي أنا بانزّلها، وإن شاء الله الفترة الجاية هننزّل مع بعض سلسلة كده أو مجموعة فيديوهات اقتصادية وبدايل اللحمة والفراخ، وهنغيّر كمان في الحاجات العادية اللي موجودة عندنا في البيت إن إحنا ممكن نعملها بطرق تانية نغيّر منها وولادِك يحبوها، وهو يبقى تغيير وتنويع، مش لازم نعمل لحمة وفراخ كل يوم، ممكن ننوّع ونعمل حاجات جديدة وأكلات جديدة، فلو أنتِ هتستني الفيديوهات اللي نازلة يا ريت تفعلي زر الجرس عشان كل ما أنزّل فيديو جديد يوصلِك، ونورتيني ويا رب وصفة النهارده تكون عجبتِك.